السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا وسهلة وكلنا طبعا بنحبها ولا غنى عنها، هي قرص السمسم بتاعة الأفران بالسكر والقرفة. بجد طعمها حلوة جدا، وشايفين قد ايه هي طرية وهشة وحلوة جدا ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هنا كانت طبعا لسه سخنة، شايفين هي طرية ازاي ما شاء الله وهشة جدا، وبجد طعمها حلو قوي. شايفين هي قد ايه طرية ومستوية وهشة. يلا مع بعض كده نشوف ايه هي المكونات. معايا نص كيلو من الدقيق المنخول، 3 معالق كبار زيت، معلقة كبيرة خميرة، 3 معالق كبار من السكر، كوباية من المية الدافية، ورشة من الملح. مفيش طبعا اسهل من كده. هنزل بالدقيق، نص كيلو دقيق، وعليه معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق كبار من السكر الحبيبات بس الحبيبات ناعمة شوية، رشة من الملح، واقلب كل المكونات الجافة مع بعض بالشكل ده. ببدأ بقى انزل بالمية تدريجي عشان طبعا العجينة ما تتراش معانا قوي، ونعمل حساب ان احنا هنحط زيت فما نطريش العجينة معانا. ما تستعجليش طبعا وتزودي مية مرة واحدة، اعجيني وشوفي لو محتاجة حطلها. انا كده اهو استخدمت كوباية من المية الدافية. احنا النهاردة عاملينها بطريقة اقتصادية جدا جدا، يعني مفيش اسهل من كده، واكيد كل المكونات عندنا في البيت. هنا العجينة لسه محتاجة فزودت لها ربع كوباية كمان من المية. انتي طبعا حسب نوع الدقيق فزودي برضو المية تدريجي. ممكن الدقيق ياخد معاكي كوباية، وممكن كوباية وربع او كوباية ونص، لان طبعا نوع الدقيق بيختلف. نلم العجينة بتاعتنا كويس ونعمل حساب ان احنا منطرهاش قوي، شايفين منطرهاش قوي لان لسه هنضيف الزيت. 3 معالق كبار من الزيت، يكون نوعه كويس طبعا عشان يبقى طعمه حلو. نكمل بقى عجن. نلم العجينة كويس. شايفين بقى عملت ازاي ما شاء الله، اتلمت وبقت طرية جدا وبقت ناعمة وحلوة جدا ما شاء الله. هنا لسه ما اتلمتش معانا برضو، مش ناعمة كفاية، نكمل عجن فيها لحد ما توصل معانا الشكل ده. نغطيها ونسيبها تخمر بقى حوالي نص ساعة كده على ما نجهز الحشوة. معايا كوباية من السكر، معلقة من سميد البسبوسة، ومعلقة من الدقيق، ونص معلقة من القرفة، وشوية من المية. مش حابة تحط المية مفيش مشكلة، واحسن كمان انك ما تحطيش المية. انا حطيت معلقة السميد ومعلقة الدقيق ونص معلقة القرفة. لو مش حابة تحطي سميد مفيش مشكلة، مش حابة تحطي قرفة مفيش مشكلة، دقيق برضو مفيش مشكلة، وتكتفي بالسكر بس عادي. ودي الطريقة اللي انا بحبها كمان، ان هي تكون سكر بس. نقلبهم مع بعض بقى كويس جدا. تقدري تستغني عن كل المكونات دي وتكتفي بس بالسكر. تحطي بقى شوية من المية. المية جت معايا كتيرة شوية بس مش مشكلة، والطريقة الأحسن كمان ان هي تكون مواد جافة بس مع بعض. نقلبهم كويس بقى.
خلاص كده الخليط جاهز معانا نحشي بيه على طول. ولو بتحب القرفة وعايزة تزوديها مفيش مشكلة طبعا. انا جربت دي وجربت السكر السادة، لا السكر السادة طعمها احلى كتير كمان. العجينة معانا خمرت اهي، نبدأ بقى ان احنا نقطعها بالشكل ده الحجم اللي انت تحبيه. طبعا انا هنا عملتها كبيرة عشان تبقى زي بتاعة الافران، حابة تعمليها صغيرة مفيش مشكلة، وسط برضو مفيش مشكلة، حسب ذوقك وحسب اللي تفضليه. طبعا تقفليها كويس، الخطوة دي مهمة جدا، لازم تقفليها كويس جدا جدا وتنزليها بقى في سمسم بالشكل ده. مش حابة السمسم عادي برضو مفيش مشكلة، بس بيدي طعم حلو جدا. تحطيها في صينية بقى مدهونة طبقة من الزيت، او ممكن تحطي ورق زبدة مفيش مشكلة خالص. دي واحدة تانية، تفردي بس العجينة حاجة بسيطة وتحطي بقى الحشوة. كمية الحشو برضو حسب ما انت حابة. تبدأي بقى تقفلي، اهم حاجة تقفلي كويس. تحطيها بقى في السمسم، العجينة ما شاء الله معانا طرية فالسمسم هيمسك فيها على طول. تحطيها بقى في الصينية بالشكل ده. نخلص بقى بقية الكمية اللي معانا، بضغط بس عشان السمسم يمسك فيها كويس واسيبها تخمر بقى واخلص باقي الكمية. وبعد ما تخمر اضغط عليها بقى افردها حسب ما انت حباها، برضو حسب السمك اللي انت حباه مفيش مشكلة خالص. تفرديها كويس كده كده. خلاص فردتها بالشكل ده. النص كيلو عمل لي 10 وحدات من القرص. ندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 220، الرف السفلي ومشغلة من تحت بس لحد ما تبدأ تستوي معانا وتاخد لون. نشغل الشواية بقى تاخد لون من فوق وخلاص كده تبقى استوت معانا وتطلع معانا بالشكل الجميل ده ما شاء الله. اهم حاجة بقى انك تقفليها كويس عشان ما يحصلش معاكي اللي حصل ده، وكمان تخلي الحشو مواد جافة بس عشان يطلع معاكي بقى الشكل الجميل ده ما شاء الله، تحفة بجد. شايفين قد ايه حلوة ما شاء الله، شايفين سواها من تحت جميل ما شاء الله، حلوة جدا، هشة وطرية ومستوية وحلوة جدا. شايفين بتضغطي عليها بترجع تاني، ده دليل طبعا ان هي مستوية كويس. شايفين شكلها بقى من جوه ما شاء الله. لو عجبتكم طبعا الوصفة دي متنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وجربوا الطريقة دي وقولولي طبعا آرائكم في الكومنتات، ان شاء الله تعجبكم جدا بجد، تحفة طعمها حلو جدا. تنفع طبعا في اللانش بوكس بقى للمدارس وللفطار الصبح، بجد تحفة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.